الخرطوم ينضم إلينا القائد الميداني في قوات الدعم السريع النقيب سفيان محمد زين بريمة. سيد سفيان، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. في البداية أريد أن نعرف، الجيش يتحدث عن وضع مختلف في العاصمة الخرطوم، والآن قيادة الجيش قادرة على التحرك. البرهان خرج للمرة الأولى لمناطق بعيدة عن العاصمة الخرطوم، ربما سيصل إلى بورسودان، ثم هناك جولة خارجية. ألا يبدو الجيش اليوم في موقع أقوى من قوات الدعم السريع في الخرطوم؟ سأرد على هذا السؤال من خلال توضيح نقطتين أساسيتين. أنا كنت في هذه المؤسسة التي يدعون بأنها مؤسسة عسكرية، ولا أظن ذلك، وتخرجت في الكلية الحربية السودانية، وأنا أعلم جيداً بهذه المؤسسة لها نظم ولوائح وقوانين، سواء كان في الحرب أو في السلم. فتحركات الغائب من أي منطقة هو فيها أو من منطقة قيادته، هذا لا يأتي بمثل هذه الطريقة، وهذا يسمى هو حرية لحركتهم. هذا يسمى هروب خلسة، هروب الجبناء، ليس هروب الغادة. أنا تعلمت في كلية الحربية، هنالك نظم ولوائح وقوانين في الحرب. القيادة العامة هي تمثل شرف ورمز هذه المؤسسة، وأيضا قائدها يمثل شرف ورمز هذه المؤسسة. وخروجه بهذه الطريقة الشنعاء والله هي لا تشبه قائد من قوات الجيش أو قائد في هذه المؤسسة جاء في تاريخ ماض أو تاريخ آت. هذا يسمى هروب، وهذا الهروب لا يكون إلا للصوص الذين يحاصرون في المنازل فيخرجون خسفة في أنصاص الليالي. هذا المدعى البرهان لا يقال له غايب، لأن الغايب يموت دون قيادته ويموت دون أفراده، فكيف لغايب في هذه المؤسسة العريقة بعد هذا التاريخ يخرج خلفة في أنصاص الليالي؟ خروجه كان بطريقة لا يخرج بها إلا اللصوص في المنازل. لم أعلم خروجا لقائد في هذه المؤسسة العريقة التي لها تاريخها بهذا الخروج. والله حسب معلوماتي أنا العسكرية وحسب خبرتي في المجال العسكري داخل هذه المؤسسة، أعتبر هذا هروب، لأن الغايد له خروج معين يتبعه وفقا للوائح والنظم والقوانين لهذه المؤسسة. أنا خريج الكلية الحربية، وهذا ما تعلمته داخل هذه المؤسسة العريقة التي الآن أصبح تاريخها أصبحت سمعتها في مزبلة التاريخ، لأن قائدا مثل هذا يمثل علاقة هذه المؤسسة يخرج بهذا الشكل